آه، زي كل الزمن ده ولادها اول ما يكبروا شويه يحسسوك ان انت خلاص كده، انت يعني موجوده في البيت بس لخدمتهم. تيجي تتكلمي معاهم وتديهم نصيحه، يا ماما لا الزمن ده فيهوش الكلام ده، طب الموضه لا 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 مش موضتكم، طب يا بنتي اعملي كذا، يا ماما احنا زماننا غير زمانكم. دايما تلاقي ان هم الزمن ده هم مش قابلين منك كلام، هم شايفين طبعا عشان بياخدوا المعلومات كلها من التليفون، فهم مش مستنيين تربيتك، مش مستنيين توجيهك. فنحل المشكله دي ازاي؟ يعني ازاي نحلها؟ ان احنا نحاول حتى نقرب، لان حتى ما بتيجي تتكلمي معاهم تحسي ان هم مش مستحملين لك كلمه، مش مقابلينها، مش طايقينها. ف نعمل ايه عشان نقرب منهم؟ انا مش بقول ان احنا بعيد عنهم، بس مش قادرين نقرب من الشخصيات والتطور السريع جدا اللي هم عايشينه. بعدت المسافة بيننا وبينهم جدا. ف تفتكري ان احنا نحل المشكلة دي ازاي؟ ان انت تحسي ان لسه دورك موجود مع اولادك. طيب بصي هقولك. للأسف هما فعلا شايفيننا كده. هما شايفيننا ان احنا جيل وهما جيل، بس الحقيقة انا عايزة اقولها لك انه فعلا احنا جيل وهما جيل. هم عندهم الابيليتي بتاعت ان هم يتعلموا ويشوفوا الحياة اكتر من الابيليتي اللي كانت عندنا. فاحنا كنا دايما بنحتاج لتوجيه من الاهل، لان احنا ما كانش عندنا السوشيال ميديا اللي تخلينا نقدر نعرف منها تجارب الاخرين ونبتدي نحذرها ونخاف منها. خليني اقولك في مختصر مفيد انه هما الجيل ده ولادنا، احنا بنربي لحد سن 10 سنين. بعد 10 سنين احنا بنحصد التربية اللي احنا ربيناهم عليها. بمعنى ايه؟ بمعنى انه كل حاجة، كل مبدأ احنا زرعناه فيهم هيبتدي يظهر في اخلاقياتهم، هيبتدي يظهر في تصرفاتهم، هيبتدي يظهر في طريقة تعاملهم معانا ومع الناس. ولكن طبيعي احنا هتلاقي احنا برضو كنا بنقول لاهالينا زمان الجيل اختلف والدنيا اختلفت وسيبونا وخلونا نجرب ومعرفش ايه. ولكن المقدرة على ان احنا نعمل ده ما كانتش متاحة لينا في وقتها، لكن حاليا هي متاحة ليهم. السوشيال ميديا سهلت عليهم كل حاجة في الدنيا. نصايحنا مش بتعجبهم عشان هم شايفين ان هم بيشوفوا الغلط، وبيشوفوا الحاجات اللي الناس بتقع فيها فبيتجنبوها. فطبعا ده نتيجة التربية اللي احنا ربيناها لهم. فهم بيتجنبوا هم لوحدهم لان هم مش عايزين يقعوا في المشاكل اللي بيشوفوا غيرهم وقعوا فيها. ايه بيخليهم يبعدوا عننا؟ هقولك ببساطة شديدة جدا. اللي بيخليهم يبعدوا عننا ان احنا للأسف بننتقدهم كتير، بنقلل من تفكيرهم ومستوى تفكيرهم، بنقلل من الجيل بتاعهم ونقعد نقول انتوا ما تفهموش حاجة، انتوا ما بتعرفوش حاجة. للأسف كلنا بنقعد نقول الكلام ده اوقات كتير جدا. فده اللي بيخليهم يبعدوا عننا ويبعدوا عن مجال النقد. عايزة اقولك النقد اكبر عائق واكبر حاجز بيقف بيننا وبين ولادنا. مهما كان نقدنا في مصلحتهم فهو بيقف بيننا وبينهم، وحاليا هم في مجال هريح دماغي. فتلاقيهم يا اما بيريحوا دماغهم وقاعدين في اوضهم، يا اما بيريحوا دماغهم وقاعدين معانا بس على موبايلاتهم، يا اما بيريحوا دماغهم وبيقولوا حاضر ونعم وما بينفذوش. طب انا يعني ابرمج الليله دي ازاي؟ اهندل القصه دي ازاي؟ اهندل القصه دي ان انا واحد هقلل نقد، هخف النقد تماما، مش هقول انتوا بتعملوا وانتوا بتسووا. اتنين، لما يحصل وتغلط بعد ما سمعتش الكلام، او يغلط بعد ما سمعش الكلام، ما اروحش اقول له شفت احسن تستاهل، ما هو انا قلت لك وانت ما عملتش. ده اسمه شماتة بالنسبة لهم، وده بيخليهم يبعدوا وما يجوش يحكوا. حتى لما يقعوا في أزمة ما يجوش يحكوها. ليه؟ لأنهم مش عايزين حد يسمعهم الكلام ده، مش عايزين حد يقول لهم أحسن، مش عايزين حد يقول لهم ما أنا قلت لك،
ما انت ما سمعتش الكلام ليه. عايزه اقول لك انه حتى الطفل وهو صغير لما اقول له هتقع ويجي يقع، المفروض اخده واطبطب عليه، ما اقولوش ما انا قلت لك، ما انت ما سمعتش الكلام، ما هو كان لازم كذا. لا، ده غلط، لانه ده بيخليه شويه قدام شويه لما يكبر، لما يجي يقع في مشكله يكابر ويقول انه ما وقعش في مشكله، يكابر ويقول انه ما يعني مثلا يعني لو هتكلم في سن صغير هتلاقيه يقول لك ما وجعتنيش، وهو يبقى موجوع ونفسه تطبطبي عليه وتاخديه في حضنك، بس هو عارف انك مش هتعملي ده، فما بيكابر، ما بيحاولش يقول. قيسي بقى عليه الكبير، اما يجي يغلط ونيجي نقول له شفت ما انا قلت لك، ما انت عملت، ما انت سويت، ما انت لو كنت سمعت الكلام، يبتدوا من هنا يبعدوا عننا، مش عايزين يسمعونا، مش عايزين يقعدوا معانا، اصلا مش عايزين يقعدوا معانا. ليه؟ بسبب النقد واللوم. طب نعمل ايه؟ نصاحبهم، نخف النقد خالص، نقلله خالص. لو عندنا مشكلة او عندنا حاجة عايزين نقولها لهم، بنقولها في صيغة نصيحة لذيذة كأننا 2 صحاب. نروح للجيل بتاعهم ونعرف بيفكر ازاي، اقعد معاهم واسمعهم واسمع تفكيرهم، ولما ادي نصيحة اديها في كومنت صغير جدا وبسيط، واسيبهم يجربوا، وما اقلقش وما خافش، لانه ببساطة شديدة جدا انا مطمنة من تربيتي، انا مطمنة جدا ان انا ربيت وزرعت صح، فانا عارفة انهم مش هيحيدوا عن تربيتي وهيرجعوا للاصل. فالنصيحة او اقرب منهم ازاي؟ من سن المراهقة، بدءا من سن المراهقة، خليني اقولك من سن 11 سنة فما فوق بقى وانتي طالعة. كل اللي بنعمله لاولادنا ان احنا بنقدم لهم النصيحة، بعرف منهم بيفكر ازاي، هعرف منه او منها بيفكروا ازاي الا لما اسمعهم، اسمع لها، ولما اسمع ما انتقدش ولا لوم، ادي النصيحة في عجالة، في حاجة بسيطة جدا، في كومنت بسيط جدا. ولما ما تسمعش النصيحة وتيجي تقول لي حصل لي كذا، اطبطب واقول معلش، واقول كان لازم من التجربة عشان اعرف اتفاداها بعد كده. من غير ما تجربي مش هتعرفي التجربة اللي انتي عملتيها دي صح ولا غلط، لان مش كل شخص تجربته زي التاني. ناخدهم في حضننا، نحضن كتير قوي قوي بسبب ومن غير سبب، بمناسبة ومن غير مناسبة. دايما ابقى موصله لهم فكره انه انا بحبكم سواء غلطتوا او ما غلطتوش. ما هم عارفين ان احنا بنحبهم، لا 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 لا، الكلام حاجه وان هم يبقوا عارفين حاجه، زي ما احنا بنحتاج دايما من شريك الحياه او بنحتاج من الناس اللي بيحبونا ان احنا نسمع منهم كلمه حب، هم كمان بيحتاجوا ان هم يتاكد لهم على انا بحبك، انا بحبك. الكلمه دي ليها مفعول السحر في ان احنا نخليهم يقربوا لينا. الاحضان اللي بمناسبه ومن غير مناسبه، ان انا اقعد واتفرج معاهم على فيلم هم اللي بيختارينه بمزاجهم، ولما اتفرج على الفيلم مهما كنت شايفاه تافه او ملوش لازمه، اقعد واعمل نفسي معجبه قوي بيه، وانه طب واعمل نفسي بسال طب دي عملت كده ليه، طب ده عمل كده ليه، طب وبعدين، طب والنتيجه هتحصل ايه، واتفاعل معاهم. هتلاقيهم بيجوا ماما يلا نخرج سوا، ماما عايزه احكي معاكي حكايه، ماما في فيلم نزل جديد عايزين نتفرج عليه سوا، ماما نفسي اتمشى معاكي. ولو ده حصل واتقال، اوعي 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 ترفضي، لان دي بدايه القرب، لو رفضتيها هنرجع تاني للبعد. يبقى هقول الخطوات تاني: هقلل نقد، مفيش لوم، همنع النقد مش هقلله، مفيش لوم، نصيحة في عجالة، مش هكتر من نصايح، النصيحة لو طلبتها ما طلبتهاش، انا بقول الصح والغلط ايه، وهي المفروض ان هي عندهم درجة الوعي الكافي ان هم يقولوا او يعرفوا الصح من الغلط. انا كل اللي بعمله ان انا بدي الارم، بعمل اضاءة كده انه انتبه خلي بالك. بس وجربي وقولي لي النتيجة، ويا رب اللي بيسمعونا يجربوا. زي كل الزمن ده ولادها اول ما يكبروا شويه يحسسوك ان انت خلاص كده انت يعني موجوده في البيت بس لخدمتهم. تيجي تتكلمي معاهم وتديهم نصيحه، يا ماما لا الزمن ده فيهوش الكلام ده، طب الموضه لا 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 مش موضتكم، طب يا بنتي اعملي كذا، يا ماما احنا زماننا غير زمانكم.
دايما تلاقي ان هم الزمن ده هم مش قابلين منك كلام، هم شايفين طبعا عشان بياخدوا المعلومات كلها من التليفون، فهم مش مستنيين تربيتك، مش مستنيين توجيهك. فنحل المشكلة دي ازاي؟ يعني ازاي نحلها؟ ان احنا نحاول حتى نقرب، لان حتى ما بتيجي تتكلمي معاهم تحسي ان هم مش مستحملين لك كلمة، مش مقابلينها، مش طايقينها. نعمل ايه عشان نقرب منهم؟ انا مش بقول ان احنا بعيد عنهم، بس مش قادرين نقرب من الشخصيات والتطور السريع جدا اللي هم عايشينه. بعدت المسافة بيننا وبينهم جدا. ف تفتكري ان احنا نحل المشكلة دي ازاي؟ ان انتي تحسي ان لسه دورك موجود مع اولادك،